السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخطر الساعات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذه المعركة، حتى جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت نبينا صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: يوم الطائف. يعني هذا من أشد الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الساعات عندما حوصر عليه الصلاة والسلام من قبل قوات خالد في مؤخرة جيش المسلمين، وكان الحصار شديد وقوي جدا جدا. زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 9، قال كما ثبت في صحيح مسلم: من يدفعهم عنا وله الجنة. فتقدم الصحابة أسود أبطال في الشدائد، بانت حقيقة الإيمان، ظهرت حقيقة الولاء لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا قتال الأسود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى استشهد منهم 7، آخرهم يزيد بن السكن. ذكر ابن هشام أنه لما انكشف المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسده النبي صلى الله عليه وسلم، حط راسه على فخذه وقال: هذا قد وفى. وهذا بدليل قديش كان هذا الصحابي رضي الله عنه وغيره من الصحابة فدائيين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى معه إلا 2 يقاتلون في خضم هذه الأحداث. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات بليغة جدا وخطيرة جدا، كسرت رباعيته، شج رأسه، الدم عب صدره. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. إصابات شديدة وقوية وصعبة وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يقاتل وظل يحرض وظل يعبئ. في الصحيح أنه قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. يعني إيش؟ قاتلوا يا رجال، ما بدناش ولا أي تواني، مع إنه الشهداء بالعشرات والنبي صلى الله عليه وسلم دمه معب صدره والأحداث ما بيعلم فيها إلا الله، وأشيع إنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل. في إشاعة قوية جدا إنه النبي عليه الصلاة والسلام قتل. بعض الصحابة ترك السلاح من هول الموقف والخبر. صدمة صاعقة كانت على المقاتلين، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقاوم ويحرض ويعبئ ويوجه المقاتلين باتجاه الصمود في هذه المعركة. هذه معركة لا يعلم بها إلا الله، هذه ساعات لا يعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيها إلا الله. كل ذلك لعدم الانضباط العسكري، عدم طاعة الأوامر والالتزام بها التزام عسكري حقيقي. الجندية تعني الطاعة بالمعروف والالتزام بكل الأوامر العسكرية التي تقع من القيادة الأعلى. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ظل في أتون هذه المنطقة، وأشيع أنه قتل، حتى سمع بعض الصحابة صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الصحيحين سعد أنه بيقول: رأيت حول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد رجلين يلبسان اللباس الأبيض، لم أرهما لا من قبل ولا من بعد. في رواية جبريل وميكائيل، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل ملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا رسولنا عليه الصلاة والسلام في الشدة. الشدائد بتبين المعادن، حقيقة الرجولة تظهر في الشدائد. في الرخاء الكل قائد والكل بيتقدم، في الشدة هنا في المعارك الطاحنة الكبيرة الخطيرة تظهر معادن الرجال الحقيقية. مجرد إنه الصحابة اللي برا دائرة الاشتباك، تخيلوا معي النبي صلى الله عليه وسلم حواليه عشرات الفرسان محاط من كل الجوانب، الصحابة الآن بخوضوا اشتباك منفصل. قوات المشركين رجعت، هنا اشتباك وحالة قتال وحرب ومقتلة بين المسلمين وبين المشركين، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم محاصر، يشاع أنه قتل. فجأة يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا اللي بيقاتلوا في الجبهة تركوا هذه الجبهة وانكفأوا زي الأسود مرة واحدة حول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في خيول كثيرة تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، زحف الصحابة تحت الخيول، أبو بكر وأبو عبيدة وأم عمارة وعلي وعمر، كبار الصحابة رضوان الله عليهم، زحفوا تحت الخيول حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما التزموا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا، تعرفوا إيش عملوا؟ درعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم ودافعوا عنه دفاع الأسود، دفاع الرجال. لم يتوانى واحد منهم. أم عمارة امرأة كانت تزحف تحت الخيول دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين لنا بهذا الولاء وهذا الحب وهذا التفاني؟ قيادة استطاعت أن تربي وأن تؤثر وأن تجعل الجنود كالأسود في ميدان المعارك.
وفي ميادين الاشتباك. قدر الله عز وجل أن يزحف هؤلاء وأن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفدائية موجودة في أمتنا كابرا عن كابر، وموجودة في شعبنا، موجودة في غزة، وموجودة في الضفة، وموجودة في الشتات، موجودة في كل جيل من أجيالنا، وموجودة في كل مدينة وقرية ومخيم من مخيماتنا. فدائية ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولا تزال المعركة مستمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.